رأيكم في منظر الطبق بعد ما جهز؟ بصوا. أهلا بيكم في أكلة وضحكة. كل سنة وكل المسيحيين طيبين. كلها ساعات ونحتفل بعيد القيامة المجيد، وعيد يعني كحك وبسكوت وبيتي فور. جاهزين تشوفوا أنا عملت إيه؟ يلا بينا. وبصوا على السريع حلويات العيد، عملت بسكوت بالقرفة وكحك بالتمر وسادة وبيتي فور أبيض بالشوكولاتة بأشكال كتير، وآخر حاجة بسكوت النشاتر. دلوقتي حطيت كل نوع لوحده في علب. أنا عايزة بس أوريكي. بصي البسكوت، أنا عايزة أوريكي منظره. بصي هوريكي أهو. بصي بس لما تكسريه، بصي يا دوبك يا دوبك مش مستحمل حاجة. بصي لونه أهو، شايفه منظره. وادي عامله الكحك، انا عامله الكحك نوعين، عامله ساده وعامله بالتمر. بصي اللون بتاعه اهو. وده عامله شكلين منه عشان ما نتلخبطش مع البيتي فور، وطبعا ريحته باينه. وادي اخر حاجه البيتي فور. واول حاجه هعملها هحط السكر على الكحك. طبعا انا فصلت شويه وهحط على شويه بس، مش هحط على الكميه كلها. انا طبعا عملت شويه في الاول، بس للاسف الكاميرا ما كانتش بتصور. اهو بجيب الاشكال اللي انا عايزه اعملها. ادي شكل القلب، هجيب عليه شكل قلب ابيض تاني او ممكن ابيض وشوكولاته، وبحطه في المربى. انا جايبه مربى مشمش، وهنزله في الحاجه اللي هزين فيها. وادي اهو منظر البيتي فور بعد ما زينته. دلوقتي هبتدي ارصه. دلوقتي هرص في البسكوت. ودلوقتي انا حطيت شويه كحك من فوق، ودلوقتي هحط شويه من تحت. واخر حاجه بسكوت بالقرفه. ودلوقتي عايزه اوريكم بقى شكل الطبق بعد ما خلص. بصوا. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، واشوفكم المره الجايه. يلا باي.